عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته. وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم في دولة الكويت. نركز بقى في الحتة دي ونشوف شغل النيابة إيه. يعني نشوف إيه شغل النيابة، بمعنى إن النيابة مش هتغير مسرح جريمة ومش هتغير مش عارف إيه. فخلينا نشوف شغل النيابة ماشي إزاي. من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة أعضاء البشر. مين اللي اتعرف؟ طارق المجرم. طارق ده المجرم اتعرف على الإنسان المصري ده في الكويت عن طريق المواقع التواصل العامة، وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته. وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 مليون جنيه. يعني هات طفل هنذبحه هنقتله هناخد أعضائه وهنديك 5 مليون جنيه. وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو كول، المتهم طارق اختار الطفل أحمد اللي عنده 15 سنة وخلاه يكلم المصري المقيم في الكويت علشان يشوف الجثة شكلها ايه ويعاين عن طريق الفيديو كول. طلب منه المذكور اللي هو في الكويت، طبعا لم يذكروا اسمه، إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول. يعني طارق بيه يذبح الطفل أحمد عن طريق الفيديو كول، بيصور، والباشا اللي في الكويت يقول له اعمل كذا اعمل كذا، افتح من هنا شرح من هنا سوي من هنا، دكتور بروح أمه يعني، عن طريق الفيديو كول بيعمل أعضاء. طبعا الموضوع فيه بلوى كبيرة هتسمعوها دلوقتي. طيب تمهيدا لسرقة أعضاء البشرية على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول أيضا. وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر. هنا خلص على أحمد، فتح بطنه، فتح أحشائه، طلب منه يعمل العملية دي تاني، يعني هات حد تاني واعمل كده. طيب كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه. طب احنا اتفقنا مع بعض على 5 مليون، هات واحد تاني بقى وخد ال5 مليون. طيب إلا إنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك هذا، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية. يعني دي شقة عادية ما فيهاش سرير طبي، ما فيهاش مشارط، ما فيهاش مش عارف ايه، تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. غالبا شقق أو الأماكن اللي بيكون فيها أعضاء بشرية بتكون مجهزة لغرفة عمليات، أما الشقة بتاع الطارق ما فيهاش غرفة عمليات. ده قصد النيابة يعني. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده. يعني هنا النيابة عرفت كمان مين المجرم اللي في الكويت، وجابت رقم تليفونه اللي هو أبو المجرم اللي حرض باسمه التليفون. يعني هنا النيابة مش هتتخم في مسرح جريمة. طيب وبناء على تعليمات المستشار النائب العام، اطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده وما بحوزتهم من أجهزة إلكترونية. يعني مش هيترمخوا على الموضوع، يعني مش هيكون في شريك وهيسيبوه، لا، ده لو حتى في دولة الكويت، ده لو حتى في آخر الدنيا وهو شريك هنجيبه. فالناس تفهم النقطة دي.
اي شريك معلوم حتى لو في اخر الدنيا الانتربول هيجيبه. ولذلك جابوا المتهم من دولة الكويت هو وابوه، لان بيستخدم الخط باسم ابوه. وقد اقر المتهم الاول انه من اوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها على نحو ما ورد باقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لوقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه. ليه صور فيديو هو بينهي حياته؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، اللي هو الديب ويب أو الإنترنت المظلم. أي جريمة زي كده بتتعرض بيعرضوها على الإنترنت المظلم اللي مش أي حد بيخشه بمقابل